السلام عليكم. نجم المنتخب الأرجنتيني اللاعب ميسي يفاجئ والدة اللاعب المغربي سفيان بوفال بعد مرضها. لا تصدق ما فعله معها، شاهد ما قام به. ظهر لاعب المنتخب الوطني المغربي سفيان بوفال بدون والدته خلال الاستقبال الفخم الذي خصصه الملك محمد السادس إلى لاعب ومكونات أسود الأطلس بعد الإنجاز التاريخي في مونديال قطر 2022. ويرجع السبب في غياب والدة بوفال إلى بقائها في قطر للخضوع إلى فحوصات طبية عقبت العملية الجراحية التي خضعت لها، وينتظر أن تسافر من هناك إلى فرنسا حيث تقطن رفقة الأسرة. وقد قال اللاعب ميسي بعد هذه الواقعة: أكثر ما لمس قلبي في هذا المونديال هو أم سفيان بوفال، هذه الأم المسكينة التي كانت تراقص ابنها وتنهال عليه بالقبلات بعد كل فوز. حقا مشاهد ستظل راسخة في عقلي وقلبي، ولقد ذكرتني بأمي فهي تشبهها كثيرا، ولسببها تمنيت لو كان هذا الفوز لصالح المنتخب المغربي. ومع هذا فأنا حزين جدا لسماع أنها مريضة وتخلفها عن حضور ذلك الاستقبال التاريخي الأسطوري الذي قام به جلالة الملك محمد السادس للمنتخب المغربي. فأنا أتمنى لهذه الأم الشفاء العاجل، وكهدية رمزية مني لها أنا أهديها هذا الفوز والتتويج الذي حظينا به لهذه الأم الحنونة، وأتمنى لها الشفاء. ثم انصرف ميسي باكيا. ولفتت والدة بوفال الأنظار إليها خلال منافسات كأس العالم بعد رقصتها الشهيرة مع ابنها عقب انتصارات أسود الأطلس. وقد تساءل العديد من رواد التواصل الاجتماعي عن السبب في عدم حضورها إلى القصر الملكي بالرباط كسائر أمهات اللاعبين، ليتبين بعد ذلك أنها تعاني من وعكة صحية. فنتمنى الشفاء العاجل لهذه الأم الحنونة والدة بوفال. وأنتم ما رأيكم في تصرف ميسي؟ فأنتظر ردودكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس.